سلامات يا شباب، وزيكم جدا. وانتوا رايحين في سؤال في الحاصل كتير حميتي مرق من غبره او ما مرق. اسم حميتي نفسه يعني يكون اسم عنده الثقل ده كله. محمد حمدان دقلو ده مؤثر انه يظهر لك، مؤثر شديد، مؤثر بشكل شخصي لك وكدولة. يلا ليه ده اللي حنتكلم عنه أسي وبمختلف وسلامات. سلامات حنتكلم كلام مباشر كده وحنرتبها على الأقل في ثقة إنه حنتكلم في كلام كتير من اللي بيشكلوا عندكم أو المسميين من مشكلي الرأي العام بيأثر، بيكونوا بيقولوا. هنعمل قرايات مختلفة كده في ظهور حميتي والراهن السياسي، ومختلفة فعلا. الفيديو المنتشر الليلة ده على إنه ده حميتي ما حميتي، الغيمة في الفيديو ده هي التأكيد على إنه حميتي حي وبصحة جيدة. يلا هل ده عنده أي تأثير إنه يكون حميتي حي وبين قوسين بصحة جيدة؟ يعني هل موت حميتي مع عدم موته في ظل بين قوسين انهزام الدعم السريع الجنجويد لو انهزموا، هل حميتي حي أو ميت مثلا؟ ده عنده معنى؟ يعني هل الدعم السريع ده الجنجويد ديل كقوة أيا كان تصنيفها بالنسبة لك، هل المجموعة المالكة السلاح اللي بنسميها قوة الجنجويد اللي بندلعون بنسميون دعم سريع، هل الناس ديل من غير حميتي عندهم معنى؟ يلا ده الأسئلة اللي بنطرح فيها دي هي جاياك للسرد،
يعني اصلي جوط حمتي لها وضحكاتك الرياله ديك طوالي كسوداني بتضحك بالرياله ديك مثلا يا بنتي شكلاتك دي كلها شوف حرتبها لك ببساطه عامله كيف بزاويه انت ما منتبه لها وخايف منها ولا بدعاين بها ولا عندك قدره تفكر فيها. يلا ارحكاكا تاتي تاتي شوف حيتحسم الموضوع ده كيف في اوديو. شنو يعني دعم سريع؟ كلمه ما حتفهم غير انه مجموعه مسلحه اشبه بانها تكون قوه نظاميه كانت. منو هو محمد حمدان دقلو؟ هو الكاريزما المبنيه عليها القوه دي كلها. بالتالي الشكل اللي بيقول انه ده حميتيه او ما حميتيه ده ما بيعنينا، لا بيعنيك، ده موضوع مختلف خالص انه يكون ده حميتيه او ما حميتيه. يلا بعد ذلك بيجي السؤال انه ليه في الوقت ده؟ يعني وين كان حميتيه في الاربع شهور اللي فاتت دي؟ يلا الاسئله دي هي دي اسئله مطروحه في راس اي سياسي او ناشط سياسي او مدعي سياسي او مهتم بالشأن العام السوداني، فاعل فيه او مدعي انه مهتم بالشأن ده والخ الخ. يلا دي الاسئله. هل الفيديو ده مفبرك ولا ما مفبرك؟ والكلام الكثير ده الفيديو مفبرك. هل الفيديو الظهر بتاع حميتي ده حميتي؟ وهل الفيديو ده ظهر حميتي يعني فعلا يعني ظهر حميتي عشان نتكلم في اللحظه دي بالذات على انه لانه عشان يعمل تاثير سياسي؟ لا طبعا. ودي ما محتاجه لذكاء وزول يفهم في التقنيات. يعني من تفتح الفيديو ده ممكن تفهم انه لا الموضوع ما عامله كده. يعني ما ممكن حميتي يجي عشان يلغي له كلمه بعد 4 شهور من حرب العالم كله واقف فيها وعاملين لها اعلان حميتي حيتكلم، القائد حيتكلم، الجنرال حيتكلم، الفريق اول حيتكلم والدنيا جايطه. ما اقول حميتي اللي بيوقع شيك ب20 مليون دولار لجنوده شهريا. غالب الاعلام بتاعه القاعد في الامارات اللي هي نفسها دوله قايمه فوق بترول ومال حرفيا تاني، عشان اختار في ظهور ممكن يغير تاريخ الدولة السودانية كلها بكاميرا التلفون ريبيكا 13 إذا صالحنا بوهم إنه ريبيكا 13 عنده كاميرا مثلا. يعني لو حميتي ده يتكلم جمعية شاي في اي جغرافيا في السودان واخذ له اي جنجويدي ما سارق تلفون من الخرطوم ايفون، جنجويدي عنده تلفون ساي بيشبهه وقام صوره، تتوقع الفيديو ده حيكون عامل كده؟ وليه حميتي ده يظهر بعد 4 شهور؟ يعني شنو مثلا تتوقع ليه يعني؟ وكان وين؟ اذا كانت المسكينه كويسه ما هو تعبر عن المسكينه في انه هو واقف له في ماسك له عكاز نظام مصاب بسيط. ده كله فبركه، كله كده فبركه واضحه من شكل التصوير، واضحه من كل دقيقه في التصوير والنقله.
واضحه في ملامح حميتي ذاتها، انت بتبذل مجهود كبير انك تلم هذا هو ولا ما هو. واضحه في المفارقه ما بين القول وحركه الشفاه والصوت واضحه. هل حميتي مات؟ غالبا. هل حميتي حي؟ احتمال. اذا بقى حميتي الحي الاحتمال ليه ما يكون هو، لانه ببساطه اذا بقى برضه حميتي حي كاحتمال ما بيقدر يقف ويتكلم بالطريقه دي. بعد 4 شهور عشان اظهر لك عشان يقول لك الجملتين ديل مثلا انت بس كده. بس الفكره بتاعت حميتي، انت عارف اسي انه ده ذاته حميتي هي مبنيه على شنو؟ او جايه من وين؟ او شكل التصديق للمدعين السياسه اللي بيدعوا انهم ربانه ديل مثلا. الفيديو واضح انه مفبرك، لكن ليه نازل المشكله دي حميتي؟ ده غير الدعايه المضاده بتاعت الجنجويدي اللي لازم يثبت انه ده حميتي عشان بعد ذاك ياكد موقفه ويقدر يتماسك هو ذاته كانسان ما عنده معنى. الجنجويدي ما عنده معنى، يعني كله الجنجويدي كده ما عنده معنى، لا معنى وجودي ولا معنى عنده علاقه بقيم بعد ذاك ممكن نسميها مؤنسنه. الجنجويدي كله كده ما عنده معنى، زيه زي الملاريا، زيه زي الحاجات الكثيره ممكن تفهمها بعد ذاك كعارض. دي بعد شويه حنيجي نفرتك فيها انه وجود حميتي ذاته كنت شنو؟ كانت عندنا خلينا بس شويه بس فكره الفيديو ده لانه مهم. مهم كيف؟ مهم انه وجود شخصيه حميتي نفسها. اذا بقى موجود حميتي ده ما مات الحرب ما بدت. اذا بقى حميتي حي وما مات وبصحه جيده زي ما ظهر في الفيديو ده الحرب دي ما بدت. دي كلها بياده سايه وبياده سايه، يعني دي كلها تمارين احماء. هل الدعم السريع او الجنجويد من غير حميتي هم بيعادلوا فكره صفه مكانه الجنجويد في ظل وجود حميتي؟ لا طبعا. الكنتة كلها في الجنجويد هم حميتي. ده راس الافعى كله، ده الفكره كلها هو اصلا مبنيه عليه، هو اللي عملهم. هو لما اولاد العمومه ديل هو جاب المرتزقه ديل، هو اللي دفع المال وهو ذاته تم استخدامه. يعني حميتي تم استخدامه كعبد من الحركه الاسلاميه. الحركه الاسلاميه ده المجلابه، ما هي دي واحده من البلادات بتلقاه بعد ذاك واقف فيها حتى ما يسمى بمثقف السياسي بتاع انسان غرب السودان، بتلقاه واقف في ما قادر يميز ذاته ما بين الجلابه وما بين الحركه الاسلاميه في اختزال مريب. بنفس الطريقه بتلقى انه في مجموعه من الشماليين عندهم اشكال ما قادرين يميزوا ما بين الجلابه كصفه سلوكيه اطلقت على مجموعات محدده وما بين انتماء عرقي بيتعامل معهم كعرب. بتلقى بعد ذلك في مجموعه بتاع الشماليين كده بيدعوا لانه احنا العرب الشماليين محتاجين ننفصل من ناس دارفور من ناس جبال النوبه ديل لانه مثلا ما بيشبهونا. مثلا بتلقى في الوهم بتاع مدعين العروبه الشماليه ديل. يعني بنفس الفكره بتلقى لك واحد من غرب السودان قاعد هناك وخاطي نفسه وعامل فيها مثقف كنت جدا وهو ما قادر ذاته يعني يميز ما بين الحركه الاسلاميه وما بين الجلابه. اللي هو ده بعد ذاك الفكره ذاتها هي مرتبطه على الخلل في منهج ما يسمى بالتحليل الثقافي والتنظيرات البدائيه تم يضغط على فكره المركز والهامش دي. يعني يلا لما اقول الاسقاطات البدائيه ده كلام خطير، ولما اقول فيما يسمى بالمركز والهامش دي لانه ما فاهمين يعني شو مركز وهامش. يعني دي جمله ما عندها معنى، يعني دي ما مفهومه ولا معرفه. يعني مثلا شنو يعني مثلا انت قصدك شنو بالمركز؟ هات تعال نقول المركز حضاري مثلا. اسمع الكلام ده خطير كيف كده، اسمعوا الكلام ده خطير كيف يا فريد.
وركزوا عليه واقطعوا من النقطه دي كده مثلا للمهتمين. تعال نقول انه المركز الاسي قاعد في السودان ده مركز حضاري، ما مركز اقتصادي في اقتصاديات جابوها الانجليز انت هسي زعلان عليها يعني ودمرتها مثلا، هي ذاتها ما ايش يعني. لكن تعال نقول تعال نسمي المركز ده مركز حضاري. يلا انت عايز كيف انك تكون جزء من المركز ده مثلا، ان انت محتاج لتعريف حضاري انك انت جزء من المركزيه الحضاريه بتاعت النيل دي. شوف السؤال ده غريب وعجيب كيف. تعال نقول تعال نفترض ان في مركز في السودان وهو مركز حضاري يس. ها يعني المفترض يحصل شنو اسي للمجموعات اللي بتفتكر نفسها انها هامش حضاري دي؟ ما هو الهامش هنا بقى هامش حضاري مش؟ يلا خلي الكلام ده معلق. تعال نخلي الكلام ده معلق. نرجع تاني لفكره وجود حميتي. ما يسمى بالدعم السريع ده هو حميتي. الجنجويد دول هم حميتي. انا بتكلم على الاقل الجنجويد اللحظيين. اللحظيين يعني الناس اللي بنسميهم جنجويد. ظاهره الجنجويد دي موجوده ما قبل حميتي وحتكون بعد حميتي. يلا الجنجويد حاليا الموجودين في افريقيا ده كلهم حميتي، على الاقل في الشريط الجنجويدي ده كلهم حميتي ياسي. ودي مبرره، ودي مبرره لانه حميتي شفت. حميتي اشفت منك انت هسي اقدر تطلع من الروم او من الاوديو ده مثلا. انت هسي يعني عامل فيها مميز. لا انت ما عندك قدرات زي حميتي. اي ما حقيقه، ما انت بيض صي، انت تحرق عربيتك وتمشي وتغتصب اختك وتمشي القاهره كعبد، ينبذوك القاهره وتفرتق وتطلع دين المغتربين. وعامل فيها مهم كده. انا قلت لك جامعتين مثلا قد جامعه النيلين كده وخلاص، او الخرطوم عامل فيها كنت لا حميتي اذكى منك بكثير. وما عنك انت كيف كمان عشان اوريك الاستفزاز. شفت اذا صالحنا مع جمله قال حميتي في الفيديو المفبرك ده انه الجنجويد علموا الجيش السوداني دروس، ودي حقيقه. دي جماليه انك تتعرى قدام المرايه. في علم نفس السلوك ما في زول بيحب يعاين لنفسه عريان قدام المرايه، نادره. ليه؟ لانه بعدك بيقارن نفسه بتصور البطل الكمال في ذاكرته المراهقه، بالتالي ما حيكون راضي عنه. يلا ببساطه أسي كلامي ده انا قاعد احاول اديك مرايه خاصه متعرر قدامك كده وبيحب. انت قدامك كل زول عنده مرايته البراو، عشان انا قاعد اخاف من خيالك التصور السردي ده. كسوداني ضعيف الخيال. حميتي ده نموذجك النجاح كله. ما انت قال اسي كلمه ناجح دي انت عندك في المجتمع السوداني هو منو يعني؟ انت قال الناجح عندك في المجتمع السوداني هو منو؟ هو ضفر حميتي. تعال اوريك تناقضك كيف. ما هو انا عشان اقدر معاك ارتبك محتاج استلف لك المقارنه دي وادي خيالك مساحه.
شويه تتقبلها او تعيها على الاقل. انت ربع ضفر حميتي بتاع كراع الشمال الصغيروني في الطموح، كلك كده قريت عشان تعمل شنو؟ انت داير تعمل شنو؟ بيت ووظيفه. البيت عامل كيف؟ بيت سايق قطعه ارض تبني فيها اوضه 2 3 صاله جميله مطبخ شكل يا ناجح. تمشي السعوديه، الالاف من السودانيين يمشوا السعوديه يجيبوا لنا اغبى الابناء. عندنا 3 اجيال مولوده في السعوديه من اغبى الاجيال السودانيه، وفي الامارات بالضروره. والخانه واحده. حمتي ضفره بتاع كراعه الشمال بيعادل طموحك كله كسوداني بيض. تخرج تشتغل تعمل عربيه تعمل لك بيت تهتم باهلك تعرس تجيب لك شفع بليدين زيك. ده اللي عمله حمتي. حمتي بيكرر طموحك انت زياده من مليون مره في النجاحات. شفت اللعبه دي عامله كيف؟ وما قرا وما مشى جامعه وما خش الثانوي وما كمل الابتدائي وما عارف طز من سبحان الله. يلا بالتالي كنتتك اللي انت اسف تسمعني بها دي كخطير تفهم الحاصل. لا انت ما خطير، انت ما اذكى